وانت بتتمرن اي لعبة وخصوصا سباحة، فانت اكيد عارف ان تدريبات الكور دي حاجات مهمة جدا علشان تزود سرعتك في المية. لان طبعا السباحة السريعة بتعتمد ان انت تولد قوة كافية من الدراعات والرجلين علشان تقدر تتحرك بسرعة في المية، وفي نفس الوقت تقلل المقاومة. ساعتها كده هيعتبر ان انت عايم بسرعة جدا. بس بقى الجزء اللي هو مسؤول عن النقل ما بين الدراعات والرجلين، المنطقة بتاعت الكور، اللي هي طبعا بتشمل عضلات البطن وعضلات الظهر من جزء القطنية. وطبعا السباحين الجامدين هم بس اللي بيقدروا يحافظوا على وضع الستريم لاين بتاعهم، ان هو جسمه يكون مشدود جدا وعضلات الكور عنده قوية جدا. ساعتها كده لازم تكون عارف ان السباح ده هيوصل وهيبقى عنده قدرة ان هو يعوم بسرعة كبيرة جدا. احنا بقى النهارده هنتكلم عن تدريبات الكور، ايه هي ولازمتها ايه، وهقول لك كده شوية تدريبات او شوية نصايح تقدر تعملها علشان تطبق اقصى استفادة في البرنامج بتاعك بتاع الفتنس. انا محمود الحسيني، دي قناة موفا فيتنس، ويلا بينا. المشكله في السباحه عن بقيه الالعاب ان مفيش اتصال بالارض. لو انت مثلا بتلعب فولي بول او هاند بول او اي لعبه فيها اتصال بالارض، ساعتها هي كده الموضوع بيكون سهل، لان طبعا النقل الحركي بيتم من الكور لحد الرجلين، وبالتالي في اتصال بالارض، وبالتالي بتقدر تتحرك وتعمل مثلا مراوغات وتتحرك بصوره كويسه جدا. لكن في السباحه الموضوع مختلف شويه، عشان طبعا انت عايم في وضع راسي وبالتالي مفيش اي اتصال بالارض، فالمفروض ان القوه بتطلع من منطقه الكور لحد الدراعات والرجلين، وبالتالي انت كده هتقدر تتحرك بسرعه في الميه. وطبعا عدم تنميه عضلات الكور دي بشكل صحيح ممكن يبوظ التكنيك بتاعك، وبالتالي ممكن يجيب لك اصابه. لان مثلا معظم السباحين اللي عندهم الكور بادي او منطقه الكور دي ضعيفه شويه، تلاقي مثلا هو عايم وسط عمال يتحرك بصوره غريبه، مش وسط سباح او مش وسط واحد عايم بتكنيك مظبوط. وده طبعا بالتالي هيأثر على حركه الدراعات وحركه السحب والرجلين كمان. لان المنطقه دي بدون شك، وده كلام سكوت ريورد، ان هي اكتر منطقة انت لازم تركز عليها في تدريبات الفتنس. وعشان تعرف برضو ايه هي عضلات الكور دي، اللي انت شايفه ده منظر امامي لعضلات الكور، وده منظر خلفي ليها. العضلات دي لازم تركز عليها كلها في نفس التوقيت وبنفس الاداء. ما ينفعش مثلا ان انت تشتغل على عضلات زي دي اللي هي الريكتس ابدومينالز وتسيب عضلات تانية مهمة زي الجزء ده، او مثلا تشتغل على عضلات البطن وتسيب عضلات الظهر اللي هي من منطقة القطنية. فلازم التدريبات دي يتم التركيز عليها بمساواة شديدة جدا. وهقول لك دلوقتي على بعض الحاجات اللي انت تقدر تطبقها في البرنامج بتاع الفتنس بتاعك علشان تقدر توصل لاحسن نتيجه. زي مثلا اول حاجه ان انت عزز ثبات منطقه الجذع. مثلا لازم تشتغل على المنطقه دي مش منطقه الكور بس، علشان طبعا وانت عايم المفروض حركه الروتيشن اللي بتحصل في مثلا الباك او بتحصل في الحره لازم المنطقه دي تتدخل فيها. فلازم تهتم بالمنطقه دي كويس جدا عن طريق تدريبات معينه هتعرفها كمان شويه معايا في الفيديو. وانت بتتمرن بقى تدريبات الكور لازم تحافظ على الوضع الطبيعي بتاع العمود الفقري. المفروض ان انت عندك انحناءات طبيعيه في العمود الفقري، زي مثلا الانحناء العنقي هنا والانحناء القطني والظهري. المفروض الحاجات دي تحافظ عليها. ما ينفعش مثلا وانت بتتمرن ظهرك يكون متني من ناحيه معينه او رقبتك مش مظبوطه، لان ده طبعا ممكن يجيب لك اصابه لو انت محافظتش على الوضع السليم بتاع جسمك. تالت حاجه بقى ان انت لازم تعمل تدريبات الكور دي في الميه زي ما بتعملها في الفتنس. لو انت مثلا عندك تمرين فتنس وبتنسق مع المدرب معاك، مثلا لو هو شغال فتنس واداك النهارده تمرينة كور محترمه، لازم تنزل الميه تحاول على قد ما تقدر تنفذ التمرينه دي في الميه كمان. بمعنى مثلا ان انا ممكن استخدم البورد علشان اقوم رجلين، فده بالتالي ممكن ينمي عضلات الكور شويه. وغير كده طبعا في ادوات تانية تقدر تستخدمها علشان تنمي الكور بتاعك في الميه. فانت لازم بس تعمل ميكس، ولازم تعمل توافق ما بين تدريبات الفتنس اللي على الكور وتدريبات الميه اللي هتشتغلها برضو على الكور عشان تحصل على احسن نتيجه. برضو ممكن مثلا تلبس الزعانف وتشتغل فيرتيكال كيك، او مثلا تشتغل ستريم لاين كيك من تحت، تنزل تحت لحد قاع البسين وتطلع تاني بوسط دولفين. الحاجات دي كمان بتنمي عضلات الكور بصوره كبيره جدا، غير برضو الدريلات اللي هي بتشتغل على الروتيشن في الباك وفي الحره. اما بقى حاجه ان انت لازم تشتغل على عضلات الكور زي ما قلنا، وده بيكون عن طريق 6 حركات تقدر تشتغل عليهم، اللي هم الايزومتريك والروتيشن والفليكشن والاكستنشن والسايد فليكشن، واخر حاجه الكومبلكس. كل حركه من دول بتتمثل في عده تدريبات معينه. الايزومتريك مثلا اي تمرين ثبات للكور، وليكن مثلا البلانك ثبات الضغط، اي تمرين انت ثابت فيه فده كده الايزومتريك. اما بقى الروتيشن تمرين مثلا زي الراشن تويست، ده كده بيشتغل على المنطقه دي بالروتيشن.
السايد فليكشن تمرين مثلا زي سايد فليك، ان انت مثلا تنام على ظهرك وتلمس مره يمين مره شمال كعب رجلك. الفليكشن تمرين زي تمرين الظهر، والاكستنشن تمرين زي تمرين البطن. اما بقى الكومبلكس فانت بتجمع ما بين الحركات دي كلها، ممكن تاخد 3 حركات مثلا وتجمع ما بينهم، يبقى ده كده تمرين كومبلكس. فلازم تهتم بالست حركات دول وتنوع ما بين التمارين بتاعتك عشان يكون عندك اريحيه وانت بتتمرن. وخامس حاجه بقى تقدر تعملها ان انت تستخدم ادوات تدريب المقاومه، زي مثلا حاجات بتشغل عضلات الكور بصوره كبيره جدا زي التي ار اكس. التي ار اكس انت ممكن تشتغل عليه تمرينات معقده وتمرينات كومبلكس بصوره كبيره جدا، ده بالتالي هينمي العضلات بتاعت الكور بصوره كبيره جدا. حاجات تانية مثلا تقدر تعملها زي الاستابيليتي بول اللي هي الكوره الكبيره دي، تقدر مثلا تشتغل برضو عليها تمارين بتعزز التوازن وبتعزز عضلات الكور وبتاخد اكتر من حركه من اللي احنا قلناها في اللي فاتت دول. فالتمارين دي حاول تهتم بيها كويس جدا، ان انت برضو هتلاقي في ناس مختلفة في الاداء، في ناس بالنسبة لها تمارين البطن والظهر دي ولا حاجة، فلازم تصعب لهم الموضوع بصورة كبيرة جدا علشان يقدر يستفيد. اما بقى سادس حاجة تقدر تعملها هي انك تمرن عضلات الكور من 3 ل 4 مرات في الاسبوع. لو احنا مثلا جبنا واحد سباح عنده 20 سنة مستواه عالي جدا وعنده عمر تدريبي بصورة عالية جدا، المفروض تقريبا ان هو بياخد 3 وحدات فتنس او 4 وحدات. طبعا الفتنس هنا ممكن يتقسم ان انت عندك يوم فيه جيم يوم فيه تمرينة فتنس، بس حتى لو عندك في اليوم ده جيم انت مثلا ممكن تعمل 600 بطن فيه، ان انت محتاج اكبر عدد واكبر حصيلة تقدر تعملها من تدريبات الكور علشان تحافظ على وضع جسمك السليم في الميه. وسابع حاجه بقى هي انك هتتبع التدرج التدريبي المنتظم بتاع كل تمرين. ما ينفعش مثلا واحد يبقى لسه جايلك ولسه بادئ السيزون وكده وانت تشغله تمرينات على التي ار اكس مره واحده كده، يا هيجيله اصابه يا اما مش هيقدر يشتغل اساسا. فهنا لازم نتبع اللي هو التدرج التدريبي، وده مبدأ من مبادئ حمل التدريب اللي هو التدرج في الاداء. لازم تشغله تمرينات على الارض الاول لحد ما العضلات بتاعته تقوى، بعد كده ممكن مثلا يصعب التمرين بتاعته شويه بدون اي مشكله. الكتاب اللي انا لخصت منه الكلام ده الكاتب حاطط كده زي تدريبات تقدر تعملها علشان تنمي بيها عضلات الكور، بس ما تنساش برضو ان التدريبات دي مش ثابته. يعني انا قلت لك ان في 6 حركات، لو ال6 حركات دول انت عرفت كل حركه بتشتغل على ايه، صدقني انت هتقدر تحط التدريبات بتاعتك بدون اي مشكله خالص، سواء انت مدرب او لعيب. ما تنساش ان في السباحة دي اهم حاجة تقدر تنميها علشان تحسن المستوى بتاع اللعيب بتاعك. واحنا كده بقى وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنساش لايك وشير للقناة وعمل سبسكرايب، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.